ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض القرص الطريه بطريقه سهله وبسيطه خالص باللبن الرايب، وهتطلع طريه جدا زي ما انت شايفاها كده، وقلبها شمعه فله منوره زي ما انت شايفاها كده، بدون اي افتكاسات خالص. هنعملها باذن الله بطريقه سهله ان شاء الله. في الاول كده اللبن اللي معايا ده انا كنت شاريه علشان نغليه ونشربه، فجيت اغليه لقيته ربط، فاعمل فيه ايه بقى؟ طبعا اللبن الرايب بتعمل منه حاجات كتير قوي قوي، يعني بتعمل منه قرص، وبتعمل منه جبنة قريش، وبتعمل منه اطباق حلو زي المهلبية، بتعمل منه حاجات كتير قوي قوي. فانا النهارده قلت ان انا هعمل بيه قرص طريه. فجبت كيلو اللبن ده، حطيت عليه حطيت عليه معلقتين خميره فوريه، واربع معالق سكر، بس كده، ما حطيتش حاجه تانية، وكوبايه سمنه اللي انت شفتها قدامنا دي. وبتقلبي بقى كده ومعايا الدقيق. انا هقولك علشان الناس اللي قالت قولي معيار الدقيق. انا هنا هعاير معاكي بالكوبايه. في الاول كده انا حطيت كوبايه، ادي التانية، التالتة، الكوبايه الرابعه، وابتدي ان انت تلمي العجينه وشوفيها تتلم معاكي ولا لا، علشان زي ما انا قلت قبل كده كتير، الدقيق يا جماعه بيختلف، الدقيق اللي عندك مش زي الدقيق اللي عندي. انا هنا لميت العجينه ولقيتها لسه عايزه، حطيت كمان الكوبايه الخامسة، ودي الكوبايه رقم 6. وبرضه هنلم العجينه، هنشوف العجينه لسه محتاجه حاجه ولا لا. انا هنا حطيت 7 كوبايات دقيق بالظبط، يعني كيلو دقيق بالظبط، هو كيلو 7 كوبايات دقيق، انا حطيت 7 كوبايات دقيق. انا عيرتهم معاكي 7 كوبايات دقيق بالظبط، يعني كيلو. فانتي برضو خدي بالك كده وانت بتحطي، ممكن تاخدي 7 الا شوية، 6 ونص، 7 زي ما خدت كده العجينة معايا، لان قلتلك بيختلف من نوع للتاني الدقيق. عجيني بقى كده فيها كويس، عجنتها كويس قوي، ولميتها كده وبغطيها وبسيبها تخمر في مكان نص ساعة. طبعا الجو حر فهي هتخمر على طول، نص ساعة كده وبرجع اشوفها معاكي تاني. ما شاء الله، عملت فوم عالي قوي زي ما انت شايفه كده، خمرت. هبطيها بقى كده وابتدي ان انت كوريها، الكور الحجم اللي انت عايزاه. انا كده هكورها الحجم ده كده مناسب، براحتك، عايزه تكبري عن كده ماشي، عايزه تصغري عن كده ماشي. مش عايزه اقولك القرص ده انا عملتها كانت يعني زي بتاع الفرن واحسن، يعني كانت زي بتاع الفرن واحسن كمان، يعني اللي كلها قال هي زي بتاع الفرن بالظبط يعني. وكان طعمها طري كده وجميلة، ممكن تاكليها بجبنة، ممكن تعملي كوباية شاي وتاكليها بشاي، بس جميلة جدا وهي مبلعة نفسها وجميلة جدا جدا. وبكيلو اللبن اللي ربط ده، امال هنعمل فيه ايه؟ هنرميه؟ ما هو احنا لازم نستغله في حاجة، فانا استغليته في القرص. انا كده هكور الكمية اللي معايا دي كلها. خلاص بقى كده انا كورتها الحجم اللي انت شايفاه ده كده. بتفردي بقى قدامك طريقتين، يا اما على الرخامة زي ما انا عملت كده، وتشيلها طبعا في الصاج او الصينيه اللي هتدخلها الفرن، ما تدهنش اي حاجه خالص عشان في سمنه محطوطه في العجينه. وكمان حاجه تانية، يا اما هاخد كمان كوره وافردها في الصينيه كده على طول، او في الصاج كده على طول. خلاص براحتك بقى، شوفي انت عايزه تشتغل ازاي. ممكن تفردي على البلانشه برضو، علشان خاطر مثلا ان انت لو تفردي في الصينيه ما تشي، يعني تبقى مره واحده كده بحطة ايدك من اول مره، ما تقعديش تشيلي وتحطي كل شويه. الصينيه دقت وعايزه تفردي على البلانشه او على الرخامه ماشي، مفيش مشكله. انا عملت كده وعملت كده. بتفرديها بقى، ما ترققهاش قوي، خلي سمكها كده، لا هو تخين قوي ولا هو رفيع قوي.
طبعا بقى انا هفردها كلها بقى عشان ما اطولش اكتر من كده واوريها لكم تاني. وطبعا بنسيبها تخمر مره تانية، بتسيبها في الصاج كده. شايفه ارتفعت ازاي؟ تعالي بقى اوريها لك في الفرن منفوخه ازاي. طبعا بتاخد سوا من تحت، بتولع عليها الشوايه من فوق، بتطلع بالجمال اللي انت شايفاه ده. جميله جدا. مش عايزه اقولك هي يعني شوفي طريه ازاي، يعني شوفي انا بضغط عليها طريه ازاي، طريه جدا جدا، وقلبها زي الفله من جوه. نفعتنا وكان طعمها حلو قوي. مش عايزه اقولك انا يعني ولادي بياخدوها، هما بيروحين القرآن بياخدوها معاهم. جميله جدا. ويعني بصراحه بعد كده اما اي لبن هيروب عندك هتقومي على هتعملي على طول القرص دي. في كمان صينيه هجيبها اوريها لكم، سواها كله واحد، واللون بتاعها كله موحد، والارضيه تمام ومظبوطه يعني بالظبط. جميله جدا. وريحتها بقى مش عايزه اقولك قلب المطبخ وقلب الشقه، ريحتها جميله قوي قوي. طبعا بتسيبيها تبرد كده وتهدى خالص، وبتفرزيها في الفريزر. وقبل ما تيجي تاكلي منها بتطلعيها عشان خاطر انها تفك معاكي، بس اوعي تحطيها وهي سخنه، سيبيها تبرد خالص خالص. انا هنا حطيتهم على الطبق ده كده. عايزه افتح معاكي بس واحده اوريها لك من قلبها. شوفي قلبها بس عامل ازاي. شايفه قلبها يعني مفرغه من جوه، لا هي مكتومه ولا اي حاجه خالص. طريه جدا وسهله وبسيطه وبكيلو لبن. يعني هتعملي الكميه اللي انت شايفاها دي كميه حلوه، غير اللي العيال اكلته كمان، ما ظهرتوش كمان. شايفه قلبها جميله جدا والطريقه سهله وبسيطه. لو انت بقى لسه جديده في القناه عندي ومنوراني جديده ومشتركتش في القناه، اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان كل وصفاتي توصلك، وحطلي لايك علشان الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس.